صباح الخير، صباح السعادة عليكم حبايبي. عاملين ايه؟ النهارده يوم جميل ما شاء الله، النهارده يوم تسوعة. كل عام وانتم بخير جميعا. وطبعا اغلب البيوت صايمة ان شاء الله. تعودنا من بيوت اهالينا الحمد لله رب العالمين ان احنا في اليوم ده يا جماعة لازم نوسع على بيوتنا، ان احنا يعني ايه نعمل ان احنا لو نطبخ كوباية رز نعملها كوبايتين. ربنا جدع عليكي تطبخي اي حاجة حلوة لاولادك في اليوم ده، فدوت حاجات اهلنا علموهولنا، والله يرحم امي ويرحم اجدادنا علمونا الحاجات دي. فقلت النهارده انا صايمه اطبخ لقمه كده حلوه عشان الصيام والولاد، واحنا صايمين الحمد لله بمناسبه تسوعه. ويا رب بحق السنه الهجريه ديت ينصر اخواتنا المسلمين في غزه، ويرفع الكرب عن المصريين، ويشفي كل مريض، ويحقق لكل واحد امنيته في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. طبعا جبت الفرخه بتاعتي نضفتها التنظيفه الحلوه زي ايه حد بينضفها، جميله، موتها من الغسيل طبعا شايفينها زي الفل في ايدي اهو. وهجيب بصلايه حلوه واعملها مرته بالفلفل والملح والكمون، وامرتها مرته حلوه كده يا جماعه. انا هعملها متشوح، معلقه سمنه، وهقوم حطها في الحله واشوحها بفص مستكه، وانزل فرختي الحلوه الاموره اللي انا موتها طبعا غسيل، اشوحها. وانا بسيبها تتشوح يا جماعه، بسيبها بتاع 10 دقائق او ربع ساعه لغايه ما تنزل ميتها، علق عليها النار واسيبها 10 دقائق او ربع ساعه لغايه ما تنزل ميتها وتاخد اللون الحلو ده. بعد كده هبتدي انزل عليها الميه تغلي بقى فيها. بالطريقه دي يا جماعه فعلا بتبقى جميله، والشوربه بتاعتها بتبقى ما شاء الله زي العسل. هسيبها بقى تغلي وتستوى في الميه بتاعتها. جنب الفرخه هوسع على اهل بيتي. انا بطبخ كوبايه اقل من دي من اللوبيا، فزودت حبه لان احنا يعني ايه بيتي بياكل اقل من الحبه دول، فزودت حبه لوبيا اللي انا وسعت يعني الحمد لله رب العالمين. وهزود في الرز. طبعا غسلت لوبيتي وهنقعها شويه، اعلق عليها تغلي، وبعد ما تغلي غلوه هطفى عليها تستوي في الميه السخنه. استوت ما شاء الله هي. طبعا في ناس بتعمل اللوبيا بتنقعها قبلها بيوم، قبلها بكام ساعه. انا نقعتها لمده ساعتين بس فقط، وطلعت ما شاء الله زي الفل اهيت. واصلا اللوبيا اللي هي البلدي دي بتكون حلوه. خدها اغسلها تاني بعد ما سلقتها. احنا قلنا النهارده ما شاء الله يوم تسوعة، بسم الله ما شاء الله، وبكره عاشوره. طبعا انا كنت عامله لكم العاشوره في اول القناه، اللي حابب يعرف طريقتها واللي حابب يعمل ويوزع لحبايبه النهارده يوم جميل، او ان شاء الله بكره ويطلع لجيرانه كده ويبسط حبايبه، يعمل العاشوره كده ويعملها كده بمناسبه ان هو صايم، وتكون حاجه جميله بمناسبه الصيام، وبنطلع حاجه حلوه لحبايبنا بمناسبه الصيام يا جماعه. وفي يوم عاشوره ان شاء الله لو هتعملوا عاشوره يعني زودوا كوبايه، زودوا كوبايتين، وادوا لحبايبكم، تهادوا تحبوا، ادوا لجيرانكم، ابعتي لاخواتك. الحاجات دي بتكون حلوه وبتعمل بتزود المحبه بين الناس، واحنا في ايام مفترجه وربنا يوسع علينا كلنا. طبعا اخدت البصل بتاعي اللي انا هعمله بتاع اللوبيا هضربه في الكبه. في ناس يا جماعه بتعمل اللوبيا ديت من غير تومه، من غير كزبره، كل واحد كل شيخ وليه شيخته، او كل شيخ وليه طريقته يا جماعه. فانا بحب اعمل اللوبيا بحمر البصله خفيفه، وبحب ايه اعمل لها الصلصه بتاعتها، وبعد كده بطشها بالثومه زي ما انتوا هتشوفوني انا هعملها ازاي. طبعا انا عامله كوبايه لوبيا، فدوت يعني يعتبر نص كيلو طماطم بالظبط، وهتطلع كمان ما شاء الله حمرا جدا، والطماطم والصلصه بتاعتها كتيره لان دي كوبايه لوبيا مج كبير يعني. اهم حاجه يا جماعه نسيت اقول لكم عليها، حته البنجر اللي انا بحطها دي في كل ما هو صلصه وكل ما هو طماطم بعصرها. انا جايبه البنجر ومقطعاه شرايح وحطاه في الديب فريزر وعيناه كده. هو كل ما اجي اعصر طماطم بحط حته منه قيمه غذائيه للحاجه اللي انت بتطبخيها، ومنه يا جماعه اللي هو بيدي لون وتست عالي للصلصه. البنجريه يا جماعه ما تستغنيش عنها في الفريزر بتاعك، بتبقى الصلصه حاجه مميزه وبتدي لها تيست وما شاء الله بتدي لها لون جميل. متعلماها من واحده حبيبتي يعني رحمه الله عليها، كانت هي اللي معلمها لنا حته البنجر دي، ومعتمداها من يوم ما يعني من يوم ما دخلت المطبخ. طبعا حطيت البصله حمرتها، وحطيت الصلصه، ملح وفلفل وبهارات لحمه.
خلاص حطيت الطماطم تتسبك، هطلع فرخيه القمر دي من الشوربه اهي. واول ما تطلع يا جماعه، طبعا لو انت عايزه تحطها في الفرن اعملي طبعا الصلصه بتاعتك او ادهنيها السمنه، او انا هحمرها تحمير عادي على البوتاجاز، فهسيبها شويه. الليمون بتاعها تمتص الليمون شويه، اعصر عليها ليمونه كده كبيره تمتص الليمون، واقوم ان شاء الله اقوم احمرها. شايفين الصلصه يا جماعه؟ الصلصه دي لونها من لون البنجر، يعني انتوا شايفين حطيت كميه طماطم بسيطه، بس شريحه البنجر دي بتدي لها لون جميل. حطيت اللوبيا بتاعتي اهي، طبعا ما غسلتها بعد ما اتسلقت، غسلتها غسيل حلو ونزلت بيها. وطبعا مش هتاخد يعني، هي يا دوبك تغلي شويه بس في الصلصه. معايا فصين توم، حطيت معلقتين سمنه واحط لهم حبه كزبره. انا بحب اعمل معظم الخضار بتاعي الطشه اللي هي بالكزبره دي، توم وكزبره بتدي طعم مميز يعني الاغلب الاكلات اللي احنا بنعملها، الاغلب اللي هو الطبيخ اللي هو بالصلصه، انا بحب اعمل التومه بالكزبره. بعد ما اللوبيا تخلص هقوم منزله عليها التومه بالكزبره. وطبعا يا جماعه النهارده زي ما انا قلت كده، يعني ايه ان الايام دي صيام، وما شاء الله يعني الصيام مش عايز بقى كل يوم هنطبخ. في الصيف بنزهق من الطبيخ، لا مش عارفه ايه، على قد ما بنقدر عشان اللي في البيت صايمين هنطبخ بقى ايه اكلات فيها شوربه علشان الصيام وكده. خلصت اللوبيا وطشيت التومه طبعا، حمر الفرخه تحميره حلوه. ويا رب دايما كده كل عام هجري واحنا بخير واحنا بصحة وسلامة، وكل المسلمين بخير، وانصر اخواننا في غزة وينصر المسلمين، وارفع عن المسلمين اللي بيحصل لهم ده يا رب. طبعا شايفين الحله اللي انا حطاها دي حله الرز، وسعت في الرز بطبخ كوبايه ونص، هطبخ كوبايتين طبعا على عدد افراد الاسره بتاعتي. كل واحد بيطبخ تبع البيت بتاعه وتبع الافراد اللي موجودين عندكم. وكان في اليوم ده يا جماعه في بيت والدتي رحمه الله عليها الله يرحمها، دايما بتطبخ في اليوم تسوعه ده، تطبخ طبيخ، تطبخ بط، تطبخ فراخ، ولكن الله يرحمها وربنا يبارك لي في اختي، كانت معودانا كل سنه ان هي بتعزمنا في اليوم ده وتجيب لنا البط. الحمد لله رب العالمين، يمكن السنه دي عشان ظروف الثانويه وعلشان ظروف ابني ما تجمعناش، بس ربنا يبارك في اختي، هي اللي بتعزمنا كل سنه يوم تسوعه. فالحمد لله رب العالمين، انا قلت ما فيش بطايه، يبقى في فرخيه صغننه كده على قدنا انا والولاد، ونعملها بفضل الله نفطر عليها، ويكون صيام مقبول لنا جميعا، والايام دي تكون ان شاء الله صيامها مقبول للمسلمين كلهم. ما شاء الله الفرخه يا جماعه حمرتها وشكلها جميل، بالف هنا وعافيه علينا. طبعا حاجه بسيطه، وطبختنا البسيطه واكلاتنا اللي هي البسيطه في بيوتنا وبيوت امهاتنا اللي احنا اتعلمناها من الزمن الجميل. الاكل ده انا متعلماه من بيت امي الله يرحمها، الحاجات الجميله ديت، الاكل اللي ولادنا انا اتعودت عليه وعودت ولادي عليه. اللي ما بيحبش اللوبيا يا جماعه يعمل اي حاجه النهارده، يعمل اي خضار يوسع على اهل بيته، عندك الخضار كتير، بس انا بحب اللوبيا. ما تنسوش يا جماعه يا حبيباتي بقى يا فانزاتي، كل عام هجري وانتوا جمال وطيبين ومعايا كده في القناه ومشاركيني في القناه. ما تنسوش تعملوا الاشتراك، وما تنسوش تحطوا اللايك والكومنت الحلو لام بوته. يومكم سعيد ان شاء الله.